خليكم معايا النهاردة في رمضان اليوم ال11. وكل سنة وانتوا لسه طيبين وجمال وحلوين ومبسوطين ومتجمعين ومستمتعين بكل وقت جميل. الجو أحسن ولله الحمد، دفى شوية وهيبتدي يقلب ويبرد. وجالي طلب من رانيا الجميلة، قالت لي يا ياسمين ايه رأيك تعملي حاجة وانتي بره؟ يعني عايزة تشوف الدنيا نفسها حواليا شكلها ايه لايف، مش جوه المكان او جوه بيت او جوه اي سيت اب تاني. وانتهزت الفرصة دي وقلت ممكن اوريكم حتة جميلة كده نستمتع بيها ونسبح الخالق ونقول الله. رانيا اتمنى تكوني بتتفرجي واتمنى انه يكون عاجبك. كالعادة الواحد بيقابل شوية تحديات، منها تحديات تكنولوجية ومنها تحديات في الإخراج والتوقيت والجو والحاجات دي كلها. فهلحق أقول لكم كلمتين قبل الجو ما يبرد وأحب أرجع أبقى قاعدة في الدفء. النهاردة هنتكلم على الفزورة ال11 وهنتكلم على حاجة اسمها الإلهام وحاجة معاها اسمها الإبداع. طيب نقول إيه؟ الإلهام والإبداع هل هما زي بعض؟ هل هما مختلفين؟ طبعا اللي حابب يشارك ويبعت لي اللي هو عايزه ويقول لي ويكلمني ويبعت يقول لي رأيه إيه ووجهة نظركم إيه. كنت أتمنى إني أعمل ده لايف وتبقوا بتردوا عليا، بس إحنا معانا فرق توقيت وحاجات كتير فإتس نوت أ بيج ديل. وخيرها في غيرها نلحق مع بعض تاني المرة الجاية. طيب الإلهام والإبداع. طيب طبعا خلينا نقول كمان اليومين دول في نعمة من عند ربنا. احنا كان عندنا جوجل وسيرش يعني، وبيبقى حلو ان هو يساعدنا اننا نقدر نجمع المعلومات. لما باجي اعمل اي فيديو من الفيديوهات دي بنعمل ريسيرش، بدور تاني على الافكار، بصحصح كده تاني وافكر ايه اللي انا عايزه اقوله لكم، وافكر ايه اللي ممكن يعجبكم، بفكر ايه اللي ممكن تبقوا محتاجينه على حسب مين طالب ايه وعلى حسب الريسبونسز بتاعتكم ايه. اللي انا بقوله لكم ده اسمه إلهام. ايه رأيكم؟ يعني ايه إلهام؟ يعني شرارة بتيجي بتنطلق كده، بتنور لمبة، كأن في حاجة عايزة تطلع، سبارك زي البوتاجاز بالظبط لما فعلا بتعمل الشرارة وبعدين اللهب بيطلع للعين. اوكي، الإلهام ده بيجي من ايه؟ كل بني آدم فينا له حاجات بتلهمه بتبقى مختلفة عن غيره وعن بقية الناس. في ناس بيجي لها الإلهام في الطبيعة، أنا بيجي لي الإلهام في الطبيعة، بس عشان هنا إحنا الطبيعة صعبة شوية وساعات بتبقى برد قوي، ما بيبقاش سهل إن الواحد يتحرك في الطبيعة بشكل كتير. فطبعا في الصيف بنطلع نجري كلنا، نحاول نبقى as much as possible في الشارع أو في الجنينة أو في أي حتة. لكن الشتاء مع البرد أعتقد بالنسبة لي أنا كمان بيبقى صعب شوية. لكن الطبيعة ممكن تبقى في أي حتة. الطبيعة ممكن تكون من شباك، ممكن تكون من بلكونة، ممكن تكون من ديك، ممكن تكون من باك يارد، من فرونت يارد لو عرفنا، لو مش تلج قوي وبرد قوي. لكن كمان ممكن تكون في النعم اللي ربنا أنعم علينا النهاردة في زمن فيه تكنولوجي، بالسكرين سيفرز اللي على التلفزيون أو اللي على الويب سايت أو اللي على السوشيال ميديا، بالنايس موفيز أو بالنايس ريلز اللي الناس بتعملها وتجيب صور من أنحاء العالم وبتبقى فعلا جميلة وبتبقى فعلا ليها إفكت. الواحد بيبقى نفسه يبقى هناك، بس بتبقى ليها إفكت حلو جدا. فالطبيعة أحد العوامل الملهمة لبعض الناس. جزء من شغلنا إننا نعرف إيه اللي بيولع السبارك دي جواك أو بيشعل السبارك دي جواك. الطبيعة، ولو كانت الطبيعة إيه في الطبيعة؟ هل هي المية زي ما انتوا شايفين كده، شايفين التلج؟ هل هي الشجر؟ هل هي السماء؟ هل هي الطيور؟
ايه اللي بيشعل شرارة الالهام وبيخليها تزغزغك كده. طبعا في حاجات تانية غير الطبيعة، في الفن. ساعات تتفرج على لوحة تلهمك بشيء. الإلهام ده ممكن يطلع في أغنية، يطلع في شعر، بس الشعر والأغنية هيبقوا هما الإبداع، إنما الإلهام still is the spark، إنه حرك حاجة جواك وخلاها عايزة تطلع. ممكن تكون عايزة تطلع في صورة حركة، ممكن تكون عايزة تطلع في صورة منتج، ممكن تكون عايزة تطلع في صورة ما، وده اللي بنسميه الإبداع. قلنا الطبيعة وقلنا الفن، إذا كانت مزيكا، إذا كانت غنوة، إذا كان فيلم، إذا كان لوحة، إذا كان عمل أيا ما كان إبداعي أنت شفته حرك مشاعرك، إذا كان بويتري، إذا كان شعر، إذا كان إلقاء، كل الحاجات دي ممكن تحرك مشاعرك وتخلي فيه إلهام ما. طب أمال إيه الإبداع؟ بيقولوا إن السبارك هي الإلهام زي ما اتفقنا، لكن السبارك دي لما تشتعل بتشعل إيه؟ بتطلع إيه؟ بتطلع رغبة في إنك تحول السبارك دي لعمل أو لمنتج. فالفيديوهات اللي احنا بنعملها دي ده منتج، ده إبداع. جاء منين؟ جاء من إلهام. الإلهام ممكن يجي من spirituality، من إنك وإنت بتصلي وإنت بتدعي وإنت بتكونكت وإنت بمديتيت وإنت بتكونكتي أو بتمديتيتي. كل الحاجات دي ممكن تلاقي فجأة حاجة حركتك، حاجة قالت لك قومي اعملي حاجة. أوكي؟ الإلهام ممكن يجي بإيه كمان؟ دول اللي جايين على بالي النهارده. فتعالوا نقول الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عليهم، وتقدروا برضو تدوروا وتعملوا سيرش. خلي بالكم كمان الاي اي ممكن تستعملوه في السيرش بتاعكم، وهتلاقوا جوجل دلوقتي عليه اي اي سبورت which is great idea، لانه بيلم مجموعات معينه. ممكن تطلب كمان ان الريسيرش اللي هتعمله بالاي اي او السيرش ده يديلك السورسز، يعني يقول لك فين هو جاب المعلومات دي منين، عشان ساعات بيبقى هو كمان كرييتيف مبدع. فبس عشان تتاكد ان المعلومه سليمه. فقلنا ان الالهام اتس سبارك. السبارك دي بتطلع، ممكن تطلع في اوقات احنا مش واخدين بالنا منها واحنا هاديين واحنا رايقين. ممكن تطلع في حوار مع حد قال كلمه نورت معاك وخلت حاجه تو سبارك اوت. اتفقنا انها ممكن تطلع استجابه لحاجه بنتفرج عليها او حاجه بنسمعها، حاجه من حواسنا، اوكي، او من الطبيعه او من الفنون او من السبيريتواليتي او من المديتيشن او اي حاجه تانية انتوا شايفينها او اختبرتوها او شفتوها في حياتكم. احب اسمع عنها وقولوا لي ممكن تبقى ايه. وقلنا السبارك ده بيطلع ايه؟ بيطلع الابداع. وايه الابداع؟ هو تحويل الالهام لحاجه، لمنتج او لشكل خارجي. تعالوا اقول لكم ست البيت الجميله الحلوه، ساعات الابداع بتاعها بيطلع في صوره المائده بتاعتها الجميله، بتطلع في صوره حلوه بتعملها، او في صوره اكله، او في صوره اعاده ترتيب للبيت. ده ابداع. فالابداع مش شرط يكون عمل فني زي فيديوهات او زي لوحه او زي اغنيه او زي، ممكن يكون مجرد ابداع في الحاجات القريبه مننا او في الحاجات اللي احنا بنعملها on a daily basis. ده اللي اتكلمنا عليه النهارده، الالهام والابداع والفرق ما بينهم. والفزوره بتاعت النهارده تقول ايه اللي بيلهمك؟ امتى حسيت بلحظات الهام؟ وايه الابداعات اللي عملتها وقمت بيها؟ ايه اللي بيلهمك؟ والالهام ده ادى الى ابداعات شكلها ايه؟ واللحظات دي لو توصفها او تفتكرها او تحطها مكتوبه تبقى ايه؟ وقبل ما نمشي هديكم صورة تانية هنا للمكان الجميل اللي أنا فيه. المكان اللي أنا فيه ده اسمه بوناس بارك، جميلة قوي، من أقدم الباركس اللي موجودة في كالجري. وأجمل حاجة فيها إن فيها النهر، وبيبقى فيها عادة الوز اللي أنا بحبه، بس الحمد لله إنه مش موجود قوي دلوقتي علشان هيبقى بيصوصو وهيبوظ الفيديو بتاعنا. بس ورانيا أتمنى تكوني اتفرجتي على الفيديو ده، واتمنى او تتفرجي عليه واتمنى يعجبك. شيماء كمان قالت لي اعملي فيديوهات في الطبيعه، فكل الكلام بيجي وبيطلع في وقت. اشوفكم بكره.